السلام عليكم البنات، نتمنى الفيديو يلقاكم بصحه جيده وباحسن الاحوال ان شاء الله. فيديو اليوم غادي ندير معكم هنايا خدمه ديال ولا رندة الكرميط. كيف كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه انا هنايا بديت الخدمه صراحه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم الفيديو. بالنسبه هنايا للبرا فكنحتاجوا البرا رقم 7، وعندي الحرير اللي برمتو على جوج ديال الشعرات، الحرير او الصابره على حسب يعني كل واحد واش تيسميه. انا برمتو على جوج ديال الشعرات ونبداو على بركه الله. بالنسبه لي البدايه كيف قلت لكم فانا ديجا يعني هنا بديت عاد عاد صورت معاكم. كيف كتشوفوا معايا هنا ضربت ضربه في الثوب وغادي ناخذ اول غرزه. فبالنسبه هنايا انا درت في الاول بناء الغرز، بنيت على 4 ديال الغرزات. يعني هاد الكرميط فيها 4 ديال الغرزات. اول حاجه هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما ضربت في الثوب غادي ناخذ اول غرزه، يعني ما نمشيش عند هنا اخر غرزه. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ اول غرزه عندي هنايا كيف كتشوفوا معايا، وغادي نقص ندير بحال نقص جوج ديال الغرزات وناخذ اخر غرزه اللي هي الرابعه. كيتكون عندي هنا واحد الخويط كتشوفوا معايا كذا. نحاول يعني ما نخليوش الخيط مرخف بزاف باش ما يجيوناش دوك العوينات او دوك التقيبات هكا اللي في الكرميط يجيونا يعني محلولين بزاف. هنا انا بدلت الخيط كيف كتشوفوا معايا حيت يعني تقاد الخيط، فخديت واحد اخر جديد غادي نثبت الخيط كيف كتشوفوا معايا، وغادي نبدا ناخذ الخويط اللي خلينا غادي ندير فيه 3 الغرزات. الغرزه الثانيه وندير الغرزه الثالثه. وبالنسبه هنا غادي ناخذ الغرزه اللي كنت درت معاكم في الاول باش كنكمل يعني الغرزات اللي عندي اللي هما المجموع ديالهم 4 ديال الغرز اللي يعني كنبنيو عليهم هاد الكرميط وكنبقاو يعني هابطين معاها. هنا بعد ما درت الضربه يعني اول الغرزه الرابعه ضربت في الثوب وغادي نطلع مع الغرز اللي عندي. بالنسبه انا درت 4 الغرز، فيمكن لكم نتوما ديروا 3، يمكن ديروا 5، يعني بحسب الحجم ديال الكرميط او على حسب الحجم ديال الخدمه اللي بغيتو نتوما. هكذا يعني كتجي رقيقه، كتجي زوينه وكتجي هكا حلوه، وممكن تخدم في الثوب هكا خفيف كيف قلت لكم بالنسبه للقفطان او الجليبه. بغيتو شي حاجه هكذا خفيفه حتى لتحت. كيف شفتوا معايا هنا طلعت في الغرز اللي عندي ب4. من بعد كنعاود نشد في الثوب وكنعاود نهبط مع الغرز اللي عندي ب4. هنا بالنسبه للبدايه البنات اللي يعني ما عرفاتش الطريقه باش تبدا ممكن تخلوا لي في التعليق وغادي نعاود ندير معكم فيديو نوضح لكم فيه البدايه. كيف كتشوفوا معايا يعني البدايه راه بحال هكا هي كتعتمد على بناء الغرز. يعني كيف شفتوا معايا هنا بعد ما هبطت مع 4 ديال الغرزات اللي عندي كنعاود نضرب في الثوب غرزه ونعاود نطلع مع الغرز اللي عندي ب4. انا المهم كنعتذر على الاضاءه الا ما كانتش واضحه لكم بزاف، كانت تصوير بالليل فالاضاءه شويه ما واضحاش. هنا كيف شفتوا معايا لتحت ضربت يعني 3 ضربات في الثوب، يعني حتى الفوق غادي نضرب 3 ضربات الجهه المقابله. هنايا ضربت في الثوب، هذه هي الضربه الثالثه يعني من الجهه المقابله. كناخذ اول غرزه من بعد كنبدا نحبك على ديك الخدمه اللي خدمت الحبكه الاولى. كتشوفوا معايا الخيط كيكون لتحت دائري لتحت ديال الحبكه الثانيه، الحبكه الثالثه والحبكه الرابعه. ومن بعد هنا كناخذ اخر غرزه عندي بهذا الشكل باش كنثبت داك الحبيك اللي عندي صافي، وكنعاود نشد الضربه في الثوب
كتشوفوا هنايا فاش كان يعني غرزه في الثوب كنربط الخيط للفوق. وغادي ناخذ اول غرزه عندي اللي ضربت وكنعاود ناخذ اخر غرزه، يعني دائما كنخلي دوك جوج غرزات في الوسط بهذا الشكل وكنضرب في الثوب. نتمنى الشرح يكون واضح لكم، ولا كانت شي حاجه ما واضحاش ولا شي حاجه يعني خليوها لي في التعاليق ونعاود نشرح لكم. وهنايا كيف قلت لكم بعد ما خليت الخويط هكا تكون عندي واحد الخويط اللي غادي ندير فيه 3 الغرز. كيف كتشوفوا معايا هنا كتبقى الخدمه يعني نفس كتعاود راسها بنفس الطريقه حتى كنكمل هكذا الخدمه ديالي كامله. انا كيف قلت لكم درتها هنايا في هاد الجلابه تحت نصف طوق، يعني ديجا خدمت نصف طوق وبديت هنايا يعني الكورمير تجي حتى لتحت. بالنسبه هنايا نتمنى الفيديو يكون واضح لكم ويكون الشرح واضح، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.